بداية الجزائر وأزمة بالماضي. فتحي. جمال بالماضي لا يا جمال، نقول كاميرا نقولوا لا يا جمال، مش هذا جمال اللي نعرفوه. نتحدث على كونه يريد كامل أمواله من العقد. جمال بالماضي أنت الجزائر. جمال بالماضي 2019 أنت تقبل في عالم الجزائر، أنت أصبحت أسطورة الجزائر. اليوم جمال بالماضي تخيب الأمال. أسطورة جمال بالماضي اللي الناس الكل ترى فيك حب الجزائر. اليوم تتحدث إن شاء الله الرواية ولو أنها متأكدة تكون غالطة. أنت يعني هل يجب على جمال بالماضي أن يقبل وهو يملك عقد والعقد شريط المتقاعدين؟ تو نجاوبك. في العالم بأسره عبد الكريم يعرف وكلكم تعرفوا، ما فماش تعاقد مع مدرب وطني وحتى مع مدرب في فريق لا يكون عقد أهداف. في العالم عقد أهداف، المرتبة الثالثة، نصف النهائي، فوز بالكاس إلى آخره. مع جمال بالماضي ما فيش عقد أهداف. هل هذا غلط جمال بالماضي؟ لا، أني حبيت نقول أنه السيد جمال بالماضي مع احترامي ليه كان أقوى من الاتحاد الجزائري. هذا لا أقوى. تفضل نكمل. تفضل. كان أقوى معناها سامحني، هذا راهو في وأنت تعرف عقد أهداف، أنت ما خلطتش الهدف المعين تغادر. جمال بالماضي معناها سامحني التقديس ليه والحب ليه والاحترام ليه فاق كل شيء، لأنه كان بالإمكان في كأس أفريقيا الأخيرة أنه يغادر، كان بالإمكان عدم الترشح لكأس العالم يغادر. بس عبد الكريم كلامه صح، هو يملك عقد لغاية 26. متفقين، أنا قلت لك يكون العقد نتاع أهداف اليوم. وأنت رجل وأنا رجل أستاذ في هذا المجال. وأنا رجل قانون نعرف العقود. هذاك رجل يقول غريب. العقد اللي أبرمه الاتحاد الجزائري غريب مع جمال بالماضي اليوم. وأنهي ونعطي الكلمة عبد الكريم لأنه عنده رأي. طيب. ونعرفه محترم. نعم. اليوم نقول جمال بالماضي. جمال بالماضي بعد النكسة الجزائرية، بعد ما حصل الفريق الجزائري وتتفق مع رئيس الاتحاد الجزائري، عندما تعود تطالب بالأموال، ما هي قيمة الأموال؟ خطأ مطالبة خطأ كبير جدا، لأنه رمزية ممتاز. وأسطورة جمال بالماضي مع الشعب الجزائري خاف أن تمس. عبد الكريم، أولا يعني أنا أتفق في موضوع أن هناك خطأ في العقد، لكن هذا الخطأ لا يتحمله جمال بالماضي. ويجب أن لا يكون في النهاية جمال بالماضي ضحية سوء إدارة وتقدير وتقييم من الاتحاد عندما يخرج. يعني أبسط مثال طريقة الإعلان عن خروج جمال بالماضي أو انتهاء تعاقده مع الاتحاد، تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي من رئيس الاتحاد حتى بدون بيان. هذا يعني هذا على الأقل يعطي صورة حقيقية عن كيفية إدارة الأمور في الاتحاد. هذا من جانب. الآن هل جمال بالماضي مطلوب منه أنه يتنازل هذا هو عن حقوقه؟ يتنازل. أنا بالنسبة لي لو كان يريد أو مطلوب منه أنه يتنازل، ما كان من المفترض أن حتى يتم توقيع عقد معاه. هذا عمله، هذا عمل ولغاية 26. أحمد بيشترك أحمد وصابر. أنا أعتقد في لما تم توقيع العقد وما كتب الهدف، أعتقد في فهم ضمني إنه أنت تحقق لنا الآمال اللي احنا نرجوها، لأنك أنت بتتعامل مع الموضوع كجزائري، وإذا ما حقق تتنحى أيضا احتراما لمكانتك ومكانة الدولة اللي أنت تمثلها. زين، في نوع من التفاهم الضمني. طيب أنت مع أن يتنازل عن بقية العقد أم بالأخير هو حق مشروع لجمال بالماضي؟ أحمد عشان صابر يفصل في الموضوع. شوف، أنا أعتقد إنه ما يحق للعقد كامل طالما أنت ما حقق شغل وأنت أصلا ما حققت الأهداف. يعني يجب على بالماضي أحمد بلوشي التراضي. لا يحق بحالة واحدة. العفو صابر. لا يحق لجمال بالماضي بحالة واحدة فقط، اللي هي بأنه هو من يطلب الرحيل. إذا لم يكن هو من طلب الرحيل لا
طالما ليس هناك ما ينص على انجاز اذا نعم. من حقه يحصل. تفضل صابر معلش. الكل خذ وقت. احمد خذ وقت. احنا مش مختلفين على ان العقد شريعه المتعاقدين ده طبيعي، انما كنا نتمنى طبعا ان هو جمال بالماضي ينأى بنفسه عن الحوار ده كله ويوصل لحل يرضي جميع الاطراف. انما الغلط برضو بكرر واتفق معاهم مع الشباب انه الغلط غلط الاتحاد مش بس في توقيع العقد، الغلط في انه سابوا زي ما بنقول كده عندنا في مصر سابوا الحبل على الغارب لجمال بالماضي طوال الوقت. الاعلام ينتقد المباريات الوديه الضعيفه جدا قبل البطوله والاتحاد ما يراجعوش، الاعلام ينتقد استبعاد سعيد بالرحمه والاتحاد ما يناقشوش. في كل مكان الاتحاد لابد وان يناقش المدرب في رايه وما يفرضش عليه، ولكن على الاقل يناقشه. الاتحاد كان دايما، وحتى جمال بالماضي كان بيقولها، ان الاتحاد حتى ما بيناقشوش في المسائل اللي زي ديت، وده امر سيء جدا، اسوأ من العقد الممتد الطويل الاجل ما عاملينه لحد كاس العالم. السؤال الحين صابر، هل يحق لجمال بالماضي ان يطالب بالتعويض المالي؟ يحق له طالما هو لم يستقيل، يبقى يحق له. العقد يحق شرعي له. المتعاقدين ده طيب عقدي.